طاجن السجق بالبطاطس من احلى الطواجن اللي دايما بعملها لما ببقى مستعجله، وفي نفس الوقت عايزه اكل اكله حلوه دايما بيكون هو الحل. عملت معاكم قبل كده سندوتشات السجق اللي كانت زي بتاعه المطاعم واحلى. كمان عملت معاكم المكرونه بالسجق، وكانت كل وصفه فيهم ليها طعمها المميز بيها. النهارده بنكمل في وصفات السجق، وهنعمل احلى طاجن سجق بالبطاطس. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجة رفعت طاسة على النار ونزلت فيها ب3 معالق زيت كبار، وبعد كده نزلت عليهم بنص كيلو سجق بلدي. شوحت السجق كويس قوي لمدة لا تقل عن 5 دقايق، لحد ما لونه يبدأ يتغير وياخد اللون الذهبي الخفيف اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كده تمام قوي. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. نزلت عليه بصلاية متوسطة كنت مقطعه صغير، وفصين توم مفرومين، وشوحت البصل والثوم مع السجق كويس قوي لحد ما البصل والثوم يبدأوا يتبلوا. وبعد كده نزلت عليهم بفلفلاية خضرة كبيرة كنت مقطعاها مكعبات، او ممكن فلفل الوان اللي متاح عندك. وشوحت تاني كويس. نزلت عليهم ببطاطستين قطعتهم مكعبات سميكة شوية وحمرتهم حوالي 50% بس، يعني يدوب البطاطس اتشمعت ومسكت نفسها. يا جماعة السوا انا بأكد عليه، سوا البطاطس يدوب 50% بس. ونزلت بالبطاطس على السجق والخضار وشوحت تاني كويس قوي، وبعدين بهرت بملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه. انا بحطش ببهارات اكتر من كده، انا بكتفي بالبهارات اللي موجوده في السجق يا دوب، بس بظبط الملح وبحط رشه خفيفه من بابريكا المدخنه ومن الفلفل الاسود. وبعد كده نزلت عليهم بكوبايه كبيره من عصير الطماطم، عصير طماطم مش متصفي من القشر ولا البذر ولا اي حاجه. وبعد كده نزلت عليهم بنص كوبايه من الميه المغليه، وغطيت لحد ما غلي كويس قوي بالشكل ده. بعد كده نقلته في طاجن ودخلته الفرن على درجة حرارة 200 على الشبكة رف اول من تحت. هيطلع معايا بالجمال اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طلع معايا بالجمال ده، ريحته كانت قلب البيت حرفيا، وطعمه كمان يجنن. حطيت بس عليه من على الوش كده رشة بقدونس وبقى خطير. انا متأكدة ان هو هيعجبكم قوي، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه، واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.